مقارنة بين ماكدونالدز هنا في هولندا ومصر. فيديو النهارده مختلف، اهلا بيكم في فيديو جديد من مصر. وبما اني كنت نازل مصر فجات لي فكره ان انا اعمل مقارنه بين واحد من اشهر مطاعم الفاست فود في العالم وهو ماكدونالدز. وانا في الفيديو ده هقيم ماك على 3 حاجات: الوقت والسعر مع بعض، الخدمه والجوده. كده يلا بينا نبدا الفيديو بماك اللي في مصر وخصوصا في الغردقه، بعد كده نشوف ماك اللي في هولندا. طب عايز واحد بيج ماك لارج، كولا لارج برضو، عايز فرنش فرايز، واحد ساندي. كام يا باشا؟ شكرا. We start the time. Let's go up. 35 ثانية، هنشوف ده أسرع ولا بتاع هولندا. تقريبا مفيش حد في المكان، الساعة لسه 11 فهم لسه فاتحين حالا أهو. فأنا أعتبر كان أول أوردر، فكويس نختار مكان عشان نعرف نصور لكم المكان. شكرا. ممكن تقيل تكييف ولا؟ بالظبط الأكل جه في 13 دقيقة 49 ثانية، يعني تقريبا ربع ساعة. هو في العادي بيبقى أسرع بس مش عارف هم حاسين ان انا هعمل ريفيو فجابوه متاخر. اوكي احنا طلبنا بيج ماك، كولا، فرنش فرايز، نفس الطلبات وساندي. الحساب عامل 190 جنيه مصري. فده كان الوقت والسعر في مصر. تعالوا نشوف في هولندا الوقت والسعر هناك كانوا عاملين ازاي. انت ممكن تطلب هنا في كاشير ممكن تطلب منه، بس انا بفضل اطلب من البورد اللي موجود هنا. اول حاجه بتختار اللغه، فبيقول لك ايه تاكل هنا ولا تاخده في باكج، عايزها ميل ولا برجر اونلي، سمول ولا لارج، فانا هطلب لارج. مايونيز، بعد كده كوكا كولا، هطلب معاها ساندي. وقارن الاسعار دي بمصر. باخد رقم من هنا، رقم 42 واكتبه هنا. 42 بدفع. بس كده نبتدي ستوب واتش. دلوقتي 3 دقايق 36 فاحنا في انتظار الاكل. اي ثانك يو. 4 دقايق 56 ثانية. هنطلع ناكل فوق، الفيو من فوق احسن. يلا بينا. كنا قعدنا بره بس في كيدز اريا بره فكان في دوشه جامده. فتعالوا اقول لكم انا جبت ايه. وجبه بيج ماك مع كولا مع بطاطس لارج ساندي. ده كله تكلفته كان 14 يورو 55 سنت. طب انا ليه طلبت بيج ماك؟ بيج ماك تقريبا موجود في كل فروع ماكدونالدز على مستوى العالم، سواء في هولندا سواء في مصر. فده كان انسب حاجه نقدر نقيم من عليها الفرق ما بين الدولتين. يلا بينا ناكل. هو الاكل هنا ولا بينزل معاه ولا كاتشب ولا مايونيز؟ حتى انا طلبت دي، ده مايونيز بس 50 سنت لوحدها. يلا بينا ناكل. اول حاجه البرجر. برجر عباره عن عيش، العيش فريش طازه. بعد كده في برجر، بعد كده خيار مخلل، بعد كده خس فريش برضو زي الفل، وطبقة تانية من البرجر، وبعد كده تشيز وصوص ماكدونالدز. تعالوا بقى نشوف الكولا. الكولا هنا مش بيحطوا غطا بلاستيك او شيرموه عشان البيئة وكده. حتى الساندي اللي انا طلبته يعني دي عبارة عن كرتون، ودي كانت معلقة بلاستيك خلوها خشب. خلوا كل حاجة صديقة للبيئة عشان يحموا البيئة. تعالوا بقى نشوف الكولا. طعمها حلو، طعمها حلو يعني مظبوطة. الصودا مظبوطة، التلج مظبوط، في تلج كفاية، فلذيذة. تعالوا بقى نشوف البطاطس. بطاطساية زي الفل، طويلة وجميلة. هي المفروض البطاطس هنا في هولندا معروفة انها تخينة ومحملة، بس دي بطاطس ماكدونالدز اللي هنا. فتعالوا نجرب. طعمها حلو، مش مزيتة، مستواها كويس. لذيذة، ملحها مظبوط، يعني كله زي الفل. يلا بينا ناكل عشان انا جاي من الشغل وميت من جوع. هنا اهو
طعمه رهيب. بالنسبه لي بقى بحب اعمل الميكس ده، اخد قطمه من دي مع شويه بطاطس. مم. يعني بق كوره. تحس كده ايه ان الكالوريز داخله جواك، بتسبب كده ليه سعاده رهيبه. وبخصوص موضوع الكالوريز ده، زمان كانوا بيكتبوا هنا الكالوريز، مش عارف ده في مصر ولا لا، بس بيكتبوا على البرجر ده فيه كام كالوري، الكولا فيها كام كالوري، البطاطس فيها كام كالوري. بس دلوقتي ما اعتقد مش كاتبينها على البرجر او على اي حاجه. مش مشكله، عشان ايه ما نعرفش احنا بندخل كالوريز قد ايه. اول حاجه نبدا زي هولندا في 3 كاتشب، في هولندا ما كانش في 3 كاتشب. في هولندا انت بتطلب الكاتشب بنفسك، كان عاملين حوالي 50 ست، يعني 20 جنيه ولا حاجه ولا 15 جنيه. البرجر هنا كويس برضو، عيش طازه كويس، بس هنا كان في هولندا متحمص ده لا. البرجر تمام، 3 خيار مخلل وخس. بعد كده الطبقه التانية ده متحمص شويه اهو، والبرجرايه تانية وبرجر تاني كده. ده البرجر يعتبر هو نفسه بالظبط. هنا بقى الساندي ما بينزلش مع الاكل، في هولندا الساندي نزل مع الاكل. ليه بقى؟ الايس كريم هيسيح فمش هتعرف تاكله، فلما بتخلص اكل بتقوم تاخده وتمشي. كولا، الكولا حجمها اكبر، في غطا بلاستيك فوق. في هولندا ما كانش فيه حتى البلاستيك، غطا بلاستيك ميد ان ايجيبت. تمام. والطعم تعال نشوف الطعم. طعمها كويس بس ما فيهاش تلج كتير، فبس كويسه. تعالوا نشوف البطاطس. البطاطس حجمها اكبر من بتاع هولندا، بتاع هولندا اصغر شويه، دي كبيره. البطاطس تعال ندوقها، بطاطسيه بس عامله ازاي. تعال ندوقها. تقريبا هياها، ما فيش حاجه كبيره مختلفه. الجو حر جدا، الناس هنا كانت قاعده وكله مشي. هو المفروض شغلوا المكان، بس الدور التاني ما كانش تكييف شغال لسه. حته التكييف اللي هو مش شغال دي برضو كانت مشكله. بس الاكل الى حد ما هو نفس الطعم. واخر حاجه تعالوا نشوفوا نظافه المكان في هولندا عامله ازاي وفي مصر. ماكدونالدز اللي احنا فيه ده فيه عباره عن دورين. الدور الاولاني ممكن تطلب وتاكل تحت، الدور الثاني بيبقى عباره عن فيه اريا جوه مقفوله، وفي لو حابب تقعد بره تبقى برده في اريا ثانيه. واحلى حاجه عجباني هنا ان المكانين سواء قعدت هنا في كيدز اريا، وسواء قعدت جوه هنا في كيدز اريا ثانيه في الدور الثاني. الكيدز اريا دي مختلفة شوية عن الكيدز اريا اللي بره، يعني بقى معظمها انك تلون او تعمل حاجات شبه كده. حتى كل حاجة زي ما انتم شايفين ملونة اهي. على سبيل المثال هنا ايه، اختار المختلف ما بين الصورتين، وهنا برضو الحاجات دي كلها حاجات ذكاء. تعالوا بقى اصور لكم المكان. المكان عبارة عن دورين نفس اللي موجود في هولندا، بس تعالوا نشوف في هنا مثلا كيدز اريا او حاجة. مثلا هنا اهو ده الفيو، المكان نظيف وكويس مفيهوش اي حاجه، بس للاسف مفيهوش كيدز اريا. ودي موجوده هنا من اول ما جيت، يعني بقالها يجي 10 دقايق هنا، فمحدش لسه نضفها. بس خليني اقول لكم ان ماك عنده اكتر من 30 الف فرع في 120 دوله على مستوى العالم. طبعا التقييم ده من وجهه نظري انا، ممكن اليوم اللي انا رحته في اي فرع من الفروع دي سواء في هولندا او في مصر كان في حد من الستاف تعبان، كان في حد من الستاف مش موجود. هقيم ماك من حيث 3 حاجات. اول حاجه الخدمه. في هولندا كان في واي فاي، كان في سكرين او تلفزيون تعرف تشوف الاوردر بتاعك فين بالظبط، هيطلع امتى. المكان كان كويس، كان في كيدز اريا، 2 كيدز اريا، كان مكان واسع مناسب. في مصر للاسف ما كانش في كيدز اريا، بس اكيد في فروع تانية في مصر في ماكدونالدز في كيدز اريا. كان في مصر ممكن اطلب الاوردر بتاعي من الشاشه تاتش عادي، بس انا فضلت ان انا اروح للكاشير. التكييف ما كانش شغال في مصر للاسف، بس انا عشان كنت رايح بدري فعشان كده ما كانوش شغلوه. بصراحه هولندا تكسب من حيث الكيدز اريا، من حيث السكرين، الواي فاي، كل ده كان شغال زي الفل. في مصر للاسف ما كانش فيه واي فاي، ما كانش فيه سكرين اشوف الاوردر، والتكييف ما كانش شغال. تاني حاجه الجوده تقريبا الى حد ما كبير نفس الجوده، هنا نفس الطعم هنا نفس الطعم، عشان كده اصلا ماكدونالدز مميز. بس في مصر كان الكولا اكبر، البطاطس اكبر، تقريبا نفس البرجر. بصراحه في الجوده
مصر تكسب. تالت حاجة السعر. انا عارف ان السعر زاد في مصر الفترة الاخيرة، بس برضه زاد في اوروبا، بس معدل الدخل طبعا ما بين الدولتين طبعا مختلف. بس كان على ما اتذكر كان في مصر كانت ب 85 جنيه، دلوقتي انا جايبها مع ساندي ب 190 جنيه. يعني انا شايف ان هو مش هقدر اقول هولندا ولا مصر اللي تكسب، الاثنين بيتحدد عليها حاجات كتير. وبمناسبه السعر، انا شفت فيديو بيقول لو عايز تعرف سعر المنتجات في البلد دي غاليه ولا رخيصه، بص لسعر سندوتش ماكدونالدز، عشان زي ما قلت هو موجود في اكتر من 120 دوله، وبيقدم الى حد ما نفس السندوتشات اللي بتختلف بس من دوله لدوله. وبعد الكلام ده كله انا بصراحه شايف ان ماك واحد من انجح سلاسل فاست فود على مستوى العالم. وفكره انك تبقى في مكان ما على الكوكب ومره واحده تلاقي ماكدونالدز قدامك، تبقى اللي هو انت عارف الى حد ما كبير ايه اللي موجود في المنيو، عارف هتاكل ايه. وان في اوروبا خصوصا في هولندا معظم المطاعم الساعه 6 بتقفل، ماكسيمم 9، فماكدونالدز بيبقى فاتح لحد بالليل. هو اي نعم هنا في مصر الحياه الليليه موجوده، بس في هولندا الساعه 9 كله بيقفل، فانت بيبقى هو الحل الوحيد انك تروح له. جوعت الساعه 11 وعايز تطلب من بره، هو ما فيش غير ماك فبتطلب منه. فكره برضو الماركتنج ان هو بيعمل مثلا وجبه زي الهابي ميل، بيعمل لعبه مع الوجبه، فانت بتاخد الوجبه ويبقى فيه اللعبه، بيخلي الطفل عايز يروح هناك تاني عشان ياخد اللعبه دي. ففكره الماركتنج نفسها بصراحه جميله. وحاجات تانية كتير مميزاهم، يعني بيقال ان هم اللي اخترعوا فكره الماك درايف، انك تبقى راكب عربيتك تطلب وانت قاعد في العربيه. تفكيرهم ان هم ازاي بيوصلوا العميل بتاعهم لاقصى درجه من الراحه. ولو عايز تعرف اكتر عن ماك وازاي الناس دي نجحت، والحوار عندهم مش حوار اكل بس، ده هو حوار ان هم يبقى عندهم فروع على مستوى العالم. في فيلم اتعمل 2016 اسمه ذا فاوندر، بيحكي قصه حياه مؤسس ماك، لو حابب تتفرج عليه. كانت تجربه مختلفه ومميزه. وانا هنا مش بشجع الناس ان هي تاكل فاست فود او تاكل من ماك، عشان الفاست فود طبعا غلط خصوصا للاطفال والكبار برضو، فربنا يحفظكم. وبس ده كان فيديو النهارده. وزي ما انتم شايفين انا كله في الغردقه هنا بصيف مع العيله. استنونا في فيديوهات جديده. يومكم لذيذ. سلام.